وصفتنا النهارده وصفة محترمة قوي ومفيدة جدا جدا لمرضى السكر، وهتمد جسمك بالأنسولين الطبيعي. طبعا كلنا عرفنا هنتكلم النهارده عن شوربة البصل. هنتكلم عن شوربة البصل الفرنسوية الأصلية. كمل معايا الفيديو للآخر، هنتكلم فيها على كام تكة كده، هتبقى حاجة محترمة إن شاء الله. شوربة البصل بتحتاج بصل جوليان كتير، جوليان اللي هو متقطع شرايح، ده الكلام ده لست البيت عشان مش تعرفه، لكن اخواتنا الشيفات كلها اكيد عارفه يعني ايه جوليان. بحب انا اعمل شوربه البصل، اعملها من البصل الاحمر. ليه البصل الاحمر؟ البصل الاحمر بيبقى فيه نسبه سكر فبيكرمل معايا من غير ما البصل تدبل قوي ويتهان مني. تمام. قطعت شويه البصل بتوعي، حله سخنه على النار، شويه الزيت، ابتدي اشمط في البصل بتاعي لغايه ما يبتدي يغير لونه وابتدي يخش على اللون البني. انا بعملها بطريقتين والاتنين كويسين، بس التانية اللي هقول لك عليها دي بتاعتي انا بحب اعملها بصراحه، وقول لي عليها رايك في التعليقات. بس هنقول الطريقه التراديشنال بتاعتنا العاديه اللي كلنا عارفينها. تمام. شمطنا البصل والبصل بقى الحمد لله بدل كرمل مني، اقوم جايب مكعب زبده حلو واقوم حاطه معاه. هيبتدي الزبده دي تسيح، او مدي تعفير الدقيق عشان الشوربه بتاعتنا تربط. هكون محضر بيف ستوك او شوربه لحمه. ليه شوربه لحمه؟ لان هي بيبقى لونها غامق شويه، فهتديك اللون البراون بتاع شوربه البصل. تمام. قبل ما انزل بالبيون او بشوربه اللحمه بتاعتي، ادي البصل نفسه ملح وفلفل عشان لما تيجي تدوق او الزبون يدوق يلاقي فيه ملح وفلفل في الاكل، والبصلايه نفسها متطعمه. ومش هنحتاج ان احنا نطعمها تاني، ممكن نطعمها تاني لو احتاجت، ما احتاجتش خلاص. تمام كده. اسيب الكلام ده كله بعد ما انزل بالبيف ستوك بتاعي، اسيب الكلام ده كله يغلي النار الهاديه. كده انت خدت شوربه بصل محترمه قوي وجميله قوي. بتتقدم بقى مع العيش بتاعنا اللي هو العيش التوست المتحمص، وبتحط عليه جبنه شيدر وبيسيح، وبعد كده تتقدم بيها. في ممكن تعملها مع سكرينه عيش برمزان، سكرينه عيش بالجبنه البرمزان والريحان والبيست والاعشاب والكلام ده. بس هو الطبيعي بتاعها لقمه التوست بتقطع مدور، بتتحمص مع زبده ومع ملح وفلفل، وحط على وشها شويه جبنه شيدر يسيحوا، وبتتقدم معاها. دي شوربه البصل. انت عايز بقى تعمل جديد، ممكن تعمل سكرينه العيش بالبرمزان زي ما انت عايز انت وخيالك يعني. الطريقه الثانيه انا بحب اعملها كده، بوفر الهيدك على نفسي وتستاهل محترم. كلنا عندنا في مطابخنا الدمجلاس بتاع كنور، دمجلاس محترم، دمجلاس جميل وحاجه محترمه قوي من ضمن يعني الشركات المحترمه قوي في السوق اللي بتعمل بودرات جميله. الدمجلاس بتاع كنور هعمل دمجلاس بتاعي عادي، بس مش هعمله بنفس القوام بتاع الدمجلاس اللي هو التقيل، لا اخليه خفيف شويه، احط فيه المنكهات بتاعتي اللي هو مثلا عود زعتر، عود روزماري، احط فيه فص حبهان، فص قرنفل، احط فيه بتاع ده جزرايه، احط فيه اللهم صل على النبي عود كرفس، عود كرات. كل الكلام ده اهو هيعمل معاك روايح جميله في الشرب. اخلي الكلام ده كله يغلي على نار هاديه. شمطت البصل بتاعي ولونه غير وكلام زي كده، ولا هحط زبده ولا هحط دقيق. اصفي الدمجلاس ده عليه، وقبل ما اصفيه عليه طبعا ادي سنه ملح وسنه فلفل، وكده كده انت مش هتحط ملح وفلفل تاني عشان الدمجلاس بيطعم. وسيبها تغلي على النار هاديه، وقول لي رايك في التعليقات. لو عجبتك الوصفه قول لي رايك في التعليقات، بشوف التعليقات وبرد عليها بنفسي. رحله ضعف مش مجرد وصفه. تابعني عشان اللي جاي ألذ.